طيب خلونا قبل ما نتكلم عن مملكة الحرير تعالوا بينا نغوص في أعمال الفانتازيا المصرية اللي مهدت الطريق لمملكة الحرير. ناس كتير فاكرة إن الفانتازيا نوع واحد وهو الفانتازيا الملحمية أو الفانتازيا العليا اللي دايما بتدور أحداثها في عصور قديمة زي مسلسل مملكة الحرير كده، وبيكون طبعا فيها مخلوقات سحرية وأجناس مختلفة زي سلسلة سيد الخواتم ولعبة العروش وغيرها من الأعمال دي. النوع التاني عندنا من الفانتازيا هو نوع الفانتازيا الواقعية أو زي ما بيسموها الواقعية السحرية، وزي ما باين من القسم ده إن أحداثه بتدور في العالم الواقعي بتاعنا، ولكن في حاجة غريبة ومسحورة موجودة في العالم ده. عايزني أديك مثال على كده يا صاحبي؟ لا لا، مش هجيب لك أمثلة من أعمال أجنبية، أنا ما عنديش عقدة الخواجة والله. أكبر مثال على الفانتازيا الواقعية فيلم سر طاقية الإخفاء. الفيلم أحداثه بتدور في العالم الواقعي بتاعنا، ولكن وسط العالم الواقعي ده في حاجة مسحورة كل أبطال الفيلم بيتصارعوا عليها، وهي طاقية الإخفاء اللي بمجرد ما بيلبسها أي شخص بيختفي فورا. الفيلم ده يعتبر من أوائل أفلام الفانتازيا الواقعية اللي اتقدمت في السينما المصرية وقتها، وطبعا مش محتاج اقولك ان التصنيف ده كان جديد على السينما المصرية في الوقت ده، وقليل قوي لو لقيت افلام من النوع ده. طيب انا عارف ان في منكم كتير ممكن يكون ما شافش فيلم سر طاقية الاخفاء او اول مرة يسمع عنه حتى. هذكر لكم مثال احدث على الفانتازيا الواقعية، هو فيلم الحاسة السابعة. في فيلم الحاسة السابعة بنشوف بطلنا يحيى هو بيروح لدجال بيطلب منه انه يديله قدرة قراية الافكار. عندنا بعد كده الفانتازيا التاريخية اللي بتكون عبارة عن نوع معين من الفانتازيا بتقوم على حدث تاريخي معين، زي مثلا ايه اللي كان ممكن يحصل لو هتلر كسب في الحرب العالمية التانية وما خسرش، او زي مثلا ايه اللي كان ممكن يحصل لو الهكسوس هزموا احمس. طيب رغينا كتير في انواع الفانتازيا، تعالوا بقى نتكلم عن مملكة الحرير. بس الاول يا ريت يا صاحبي تكون جهزت كوباية الشاي، لان المشخصاتي هيبدأ الحكاية. بيتر ميمي بعد إبداعه البصري في مسلسل الحشاشين بيقرر إنه يكرر نجاحه بمسلسل من نفس النوعية، وكمان بطله اسمه كريم. بس يا ترى هل بيتر ميمي نجح إنه يقدم عالم فانتازي قوي في مملكة الحرير ولا لأ؟ بداية القصة عندنا بتبدأ بمشهد الراوي اللي بيحكي لينا عن أول جريمة قتل حصلت في الأرض لما أبيل قتل هابيل، وبعدها الأرض اتلوثت بالدم وحضرت اللعنة. بنروح بعد كده للملك الذهبي اللي بيقتل أخوه نور الدين، وفي نفس الوقت الخادم رضوان بيشوفه وبيقرر إنه يهرب جلال الدين وشمس الدين ولاده، وبيقرر إنه يسيب جليلة عشان الذهبي مش هيعرف يأذيها. طيب المسلسل خد التيمة الأساسية بتاع لعبة العروش، بنشوف اخوات بيتفرقوا وأول لما بيكبروا كل واحد فيهم بيكون هدفه العرش. انا كده كده ميت، وحتى بعد موتي هيفضل. انا مش عارف ليه حسيت ان عيلة نور الدين شبيهة شوية بعيلة ستارك والفرقة اللي حصلت ما بينهم بعد موت نيد ستارك. بيتر ميمي تأثره بلعبة العروش ما كانش باين بس في القصة، ده كمان كان باين في تصميم الشخصيات. تصميم شخصيات مملكة الحرير اغلبه مأخوذ ومقتبس من لعبة العروش بنسبة كبيرة جدا، زي مثلا شخصية جليلة اللي بتقدمها لينا الفنانة اسماء ابو اليزيد. جليلة في المسلسل بتنجح انها تكون سيدة العبيد وبتكون جيشها الخاص، بعيدا عن سذاجة الفكرة وازاي واحدة تقرا كلام على لوح وتبقى سيدة على مجموعة من الناس، فدي في حد ذاتها ما اقنعتنيش خالص. شخصية جليلة في عنادها وقوتها شبيهة جدا بشخصية دينيريس تارجيريان. بعيدا عن تصميم الشخصيات في مملكة الحرير واللي أغلبه كان سطحي جدا وعشوائي، عايز أقول لكم كمان إن العالم كمان كان تصميمه مش حلو وعشوائي جدا. مش عارف هما ليه مرسموش خريطة للعالم ده. أي كاتب بيكتب وبيصمم عالم فانتازي أول حاجة بيعملها إنه يرسم خريطة للعالم عشان يعرف ويفهم المشاهد جغرافيا العالم ده. كمان من ضمن نقاط الضعف اللي موجودة في المسلسل عدد الحلقات. المسلسل يا جماعة مكون من 10 حلقات، ولكن خلال ال10 حلقات دول بتحصل أحداث سريعة جدا، زي مثلا بنشوف ناس بتحب ناس في حلقة ولا حلقتين، مفيش أي دوافع منطقية ولا مبررات. بيتهيالي لو كان المسلسل ده مكون من 30 حلقة كان ممكن يكون أحسن من كده بكتير، خصوصا إن قماشة أعمال الفانتازيا بتسمح بكده. زي ما قلت لكم من شوية إن أغلب الشخصيات في مملكة الحرير تصميمها كان عشوائي وسطحي باستثناء شخصية واحدة، وهي شخصية ريحانة.
ريحانا بشوفها شخصية شبيهة بشخصية سيرسي من لعبة العروش. سيرسي في لعبة العروش شخصية ذكية وداهية زي ما بيقولوا. ريحانا من أذكى الشخصيات في مملكة الحرير، خصوصا لما سمعت نبوءة الأرض السوداء وقررت إنها تقتل الست العجوز عشان تكون هي سيدة الأرض السوداء. كمان كان في حاجات كنت مستني أشوفها في مملكة الحرير، فين المخلوقات السحرية الموجودة في العالم ده. غير البشر، أنا ما شفتش في المسلسل ده غير مجموعة من البشر، وده شيء غريب كونك عايز تعمل مسلسل فانتازيا. انت لو بصيت كده لكل عوالم الفانتازيا المشهورة زي لعبة العروش هتلاقي فيها مخلوقات سحرية زي التنانين والوايت ووكرز والغراب ثلاثي الأعين وأطفال الغابة وغيرها من المخلوقات. كذلك عالم الأرض الوسطى بتاع تولكن هتلاقي مخلوقات كتير زي الهوبت والأقزام والجن والأوراكاي. أنا فاهم إنه لو كان دخل في القصة مخلوقات سحرية ده كان هيأثر على الميزانية، خصوصا الحاجات دي بتتطلب مستوى عالي من الجرافيك. طيب وفيها ايه؟ واضح ان صناع مملكة الحرير ما شافوش جودر. مسلسل جودر قدر يقدم لنا ابداع بصري حلو جدا. شايفين شكل التنين يا جماعة؟ بعيدا ان في ناس كتير ما كانش عاجبهم جودر وشايفين ان القصة كانت ضعيفة جدا وان ده اقل نسخ الف ليلة وليلة. بمناسبة الف ليلة وليلة، انا شايف ان مملكة الحرير كان من الاولى انه يستلهم ويقتبس من قصص الف ليلة وليلة، خصوصا انها قصص مناسبة لتراثنا. والغريب ان في اعمال عالمية كتير بتستلهم من قصص الف ليلة وليلة، واحنا لما بنيجي نعمل كده منعرفش نعملها. واكبر دليل على كده مملكة الحرير وجودر. فرحان جدا ان بقى فيه اهتمام كبير من صناع الدراما المصرية بتصنيف الفانتازيا، خصوصا ان التصنيف ده كان غايب عن الدراما المصرية من زمان. باختصار لو حبيت اكلمكم عن مسلسل مملكة الحرير فهو مسلسل اجنبي متمصر، او زي ما انا قلت في عنوان الفيديو فهو تقليد للعبة العروش مش اكتر. المسلسل كعادة اعمال بيتر ميمي بينتهي نهاية مفتوحة. واضح كده ان هيكون في اجزاء جاية من المسلسل، بس انا مش متحمس خالص لان الموسم الاول ما شدنيش خالص. حتى لو الطريقة دي مش عاجباهم. انت بتخافي؟ لو وصلتوا لحد هنا يبقى اكيد الفيديو عجبكم، فياريت ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في قناة المشخصاتي عشان تشوفوا كل جديد المشخصاتي.